ايه ده؟ مين اللي عمل فيك؟ اريوس عمل كده في كنيستي. فهمتك يا رب. فهمتك يا رب. فهمت يا رب. يا حراس! شوفوا يا أولادي، الكلام اللي هقوله ده مهم جدا، مهم من كل ناحية. الأيام اللي جاية صعبة، ودي آخر مرة تشوفوني فيها. لا يا أبي ما تقولش كده، أكيد ربنا هيدافع عن قداستك. محبتك وقلبك يا أرشلاوس هي أحلى من أي حاجة. رغم إنك مدير مدرسة الإسكندرية، إلا إن المسؤولية اللي جاية محتاجة حكمة. أنا اخترتك عشان تكون أسقف المدينة العظمى من بعدي. ربنا يطول في عمر قداستك يا أبي. وأنت اللي هتخلف أرشلاوس يا ألكسندروس. أنا عارف إن مسؤولية الكنيسة كبيرة الفترة دي، لكن أنا بصلي بحرارة إن وقت موتي يكون آخر اضطهاد للوثنيين للكنيسة. أحبائي، التهديد جاي من جوه الكنيسة كمان، وأنا خايف على الكنيسة من الانشقاق والانقسام. الشماس المحروم أريوس بيحاول يتوسط للأراخنة والأساقفة عشان نرجعه للشركة تاني، لكن أنا بشاهدكوا أنتوا الاتنين. أريوس محروم في الزمن ده وفي الزمن الآتي من نعمة رب المجد يسوع المسيح. اوعوا تفتكروا أنتوا الاتنين إن أنا كنت قاسي عليه. ربنا شاهد وأنتوا كمان تشهدوا عليا. أنا كنت معجب جدا بموهبته وبلاغته، وحاولت أديله فرصة إنه يرجع عن أفكاره الغلط، لكن للأسف ما سمعش لكلامي. عشان كده أنا عزلت الخبيث من وسطكم زي ما قال الكتاب المقدس بالظبط. محبتي ليه ما خلتنيش أفرط فيه بالساهل. حاولت كتير أرجعه عن طريقه وأرجعه كمان للإيمان السليم والصحيح، لكن عجرفته وجبروته واقتناعه إن هو صح ومش محتاج حد يصلح له، ولا بيقبل أي حكمة حتى من أبوه. وده شيء ما استغربوش من حد رفض حق الله. لكن في ليلة من الليالي شفت رؤية سماوية وحذرتني منه. عشان كده يا أحبائي أنا بحذركم، اوعوا تقبلوه. وأنا هنفذ كلام بولس الرسول وهصلي لكم زي ما علمنا في نهاية كل رسايله. نعمة ربنا تكون معاكم، وأنا واثق إن نعمة ربنا هتقويكم وتشدكم زي ما شدتني وقوتني. بس أهم شيء إرشاد الروح القدس، لازم تسمعوه بكل تواضع وتنفذوه بكل محبة وقوة.